في 14 نوفمبر 75 900 وألف صدر بيان ثلاثي إسباني مغربي وموريتاني يعلن عن اتفاق توصلت إليه الدول الثلاث بعد مفاوضات دامت أكثر من يومين، وانتهت بتوقيع ما عرف باسم اتفاقية مدريد الثلاثية، وهي تتألف من وثيقة دعيت باسم إعلان المبادئ وتنص على عملية تسليم الأرض للمغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى مجموعة اتفاقيات تتعلق بالصيد والتعاون الاقتصادي والصناعي. وقد اتضح فيما بعد أن تنازل إسبانيا عن الإقليم كان مقابل إشراكها في استغلال مناجم فوسفات بوكرا وبقاء أسطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية، وبضمان قاعدتين عسكريتين لها قبالة جزر الكناري. هذه الاتفاقية المشؤومة التي سلمت فيها الدولة الإسبانية الأراضي الصحراوية إلى المغرب وموريتانيا ما زالت تتحمل فيها المسؤولية أمام المنتظم الدولي باعتبارها القوة المديرة للإقليم، ولهذا السبب ينظم أصدقاء الشعب الصحراوي في 14 من نوفمبر من كل سنة مظاهرات سلمية للتنديد بهذه الاتفاقية وللمطالبة من إسبانيا بأن تتحمل مسؤولياتها في الإقليم. ومنه فإن الوطنيين الأحرار بالعيون المحتلة مطالبين بالخروج للتظاهر السلمي بالشارع يوم الخميس القادم على الساعة 5 مساء بشارع السمارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نطلبوا للصحراويين كاملين باش يمرقوا يوم 14 في شهر 11 هاي اتفاقية اللي هي معروفة كحلة للصحراء وكحلة للمنطقة كاملة. قرية العيون رانا منادينهم في شارع السمارة مع الخمسة عشية ضد اتفاقية مدريد ثلاثية المشؤومة على الصحراء اللي قسمت أرضنا وقسمت شعبنا وخلاتنا وذريعنا. ديال الجماهير الصحراوية تمرق الشارع يوم 14 ضد اتفاقية مدريد. راني منادية معي قعدت حد ما مرق. باسم تنسيق تقديم الذكر للحراك السلمي نوجه نداء إلى كل الجماهير الصحراوية يوم 14/11 اللي هي ثلاثية مدريد المشؤومة اللي شتت الشعب الصحراوي وقسمت أرضه. من هذا المنبر أنادي جميع الصحراويين الشعب الصحراوي أينما كان ليوم الخميس 14 لذكرى اتفاقية مدريد المشؤومة، ونادي جميع الجماهير الصحراوي أنهم يمرقوا وينضموا معنا. يوم الخميس الجاي منادين الجماهير الصحراوية الشعب الصحراوي يمرق شارع السمارة ضد اتفاقية مدريد. السلام عليكم ورحمة الله. من هذا المنبر نحن تنسيق مرحمة تقديم الذكر للحراك السلمي ننادي الجماهير الصحراوية في كل المدن المحتلة خاصة في مدينة العيون المحتلة الخروج يوم 14 نوفمبر 2013 النزول إلى شارع السمارة في وقفة سلمية عادية استنكارا بالاتفاقية الثلاثية المشؤومة التي تم فيها التي نتجت عن تقسيم الصحراء إلى 3 أجزاء، جزءا جغرافيا للمغرب وجزء جغرافي من الجنوب لنظام موريتانيا آنذاك، وأسبانيا 35% من عائدات الفوسفات والبحر حرا لها في الصيد. هذا هو كان تقسيم، وكأن الأرض انجبرت هكاك مجانا. ونحن هنا نتساءل السلطات المغربية اللي هي اليوم تحتل الصحراء كاملة من أقصاها جنوبا إلى أقصاها شمالا، أين الجزء وهو نصف الصحراء جغرافيا؟ أين الجزء اللي كانوا يعتبروه جزء لا يتجزأ من موريتانيا الشقيقة؟ والله ينطبق عليهم المثل الصحراوي اللي يقول باش ما باع السارق رابح، وهو يخفوا عنهم ذيك الساعة القضية. هو الصحراء راهي بشعبها وشعبها خصو يسترجعها كاملة، وهذا واجب عليه، واحنا ما نظلم حد ولا نتعدى ولا حد.